إنه الشريعة المنظور اليوم تبعها ممسوخ. في السابق هي منظومة كتير كبيرة عاش فيها الشرق 1100 سنة أو 1200 سنة، تمام؟ منظومة كبيرة من الأحكام والتقاليد والأعراف والمبادئ اللي كل درجة ما متعارف عليها، ومنغمس فيها كتير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأعراف والتقاليد تبع كل منطقة وكل منطقة وكل منطقة وكل حارة. عرفت كيف؟ فهي منظومة كبيرة جدا لا مركزية. عرفت كيف؟ وكانت قادرة على أنه تندمج وتتطور، يعني تندمج وتتطور مع عادات وثقافات الشعوب عبر زمن جدا طويل. وهذا كله عن طريق لا مركزيتها اللي انت عم تحكي. هي طبيعتها. عرفت كيف؟ يعني هي انخلقت بهذا بالضبط. هي ونقطة كتير مهمة إنه هي منتج بشري. الجزء الأساسي فيه هو قائم على اللي بيهتدوا فيه هو الشرع، واللي هو اللي نزل بالقرآن واللي نزل بالسنة واللي له علاقة بالقياس وكذا. عرفت كيف؟ ولكن المنظومة بحد ذاتها اللي قاموا بتطويرها من الفقهاء والقضاء والناس البسطاء والناس العاديين. بس للتوضيح، نحن هون عم نحكي عن الجانب السياسي للموضوع. أنا عم حاول أشرح ووضح الفكرة قديش حجم الشريعة، قديش هذا الإرث اللي كتير كبير، تمام؟ قديش مجحف إنك تقوم تمسكه وتمسخه وتحطه بقلب الدولة.